أفكلما اشتهيت اشتريت؟ فكر كده، امتى آخر مرة قلت لنفسك لأ على حاجة كان نفسك فيها؟ في سنة 1972 عالم من جامعة ستانفورد عمل تجربة غريبة شوية على مجموعة من الأطفال اسمها تجربة المارشميلو. التجربة ببساطة إن بيكون فيه قطعتين مارشميلو، جابوا كل طفل وحطوا قدامه قطعة مارشميلو وقالوله لو صبرت لمدة ربع ساعة ما أكلتش المارشميلو هتاخد 2 مارشميلو، أما لو أكلتها مش هتاخد مارشميلو تاني غير المارشميلو اللي انت أكلته. بعض الأطفال ما قدروش يصبروا وأكلوا المارشميلو، والبعض التاني صبر وكسب مارشميلو كمان هدية. الغريب لما العلماء بدأوا يتتبعوا الأطفال دول لما كبروا اكتشفوا ان اللي استنوا وما كلوش المارشميلو كسبوا مارشميلو زيادة، كانت درجاتهم أعلى وقدرتهم على ضبط الذات كانت أعلى ومهاراتهم في التواصل كانت أحسن وأكثر نجاحا في مجالات عملهم. يعني الموضوع مش في المارشميلو، الموضوع في قدرتك على ضبط الذات، لأن القدرة على ضبط الذات بإنك تأجل متع حالية من أجل متع تانية كبيرة هي ديت القدرة على النجاح.